كل سنه وحضراتكم طيبين. خلاص عيد الاضحى على الابواب، بس احنا عندنا مشكله جامده جدا في مصر ان احنا بنقول عيد الاضحى دايما العيد الكبير. فالنهارده هنسال الناس ليه بيسموا عيد الاضحى بالعيد الكبير، وايه هي الشروط اللي لازم تكون متوفره في الاضحيه عشان تتذبح. مخص مني العيد الكبير اسمه العيد الكبير؟ ايه؟ ربنا سبحانه وتعالى. دي الله اعلم بقى. مش عارفه. دي بدعه. انت مكانك مش هنا، امال فين؟ فوق. العيد الكبير عشان 4 ايام. المصريين هم اللي مسمينه كده. ما ليه بس مش العيد الطويل مش العيد الكبير؟ عشان طبعا اكيد طبعا العيد بيكون حلو والناس كتير بتكون فيه وحاجه حلوه طبعا بنلم من الشباب كله. دي حاجه ليه بقى اسمه العيد الكبير؟ ممكن يعني عشان تبقى اللمه كبيره. راح فين؟ ليه العيد الكبير اسمه العيد الكبير؟ كان بنذبح فيه. خلص ما تهزرش. ليه العيد الكبير اسمه العيد الكبير؟ مش هسال السؤال ده تاني. مش عارف والله. عليه العوض. ومين العوض؟ عشان 4 ايام 3. ايه بقى العيد الكبير والعيد الصغير؟ ده اسمه بس. معرفش والله. مش هنتبناهم يا جماعه. كبير عشان اكبر من التاني، ما اعرفش بقى. طب اسال اللي انت بتكلمه ليه العيد الكبير اسمه العيد الكبير؟ العيد الكبير اسمه عيد عيد الاضحى. يعني ايه؟ بمناسبة الخروف يعني العيد الكبير عشان الخروف كبير؟ الخروف كان صغير. عيد الصغير. العيد الكبير عشان عيد عرفه وعيد الحج وعيد الحجاج. هجيب لك الزيتونه. اعتقد من عدد الجارد عدد ايامه. يعني هو اللي بيبقى الفرحه الكبيره بعد الفرحه المنتظره. اه ايه يا عم كده الشعب كله. طب ليه العيد الصغير اسمه العيد الصغير؟ لان هو صغير برضه. شوف ازاي لسه مستجد في العيد شكله. هو اسمه عيد الاضحى صراحه. اشمعنى يعني العيد الكبير؟ هو مش على كده، هو عيدين، العيد الفطر والعيد الكبير. العيد الكبير ده فرحه يا عم، الناس كلها بتستناه. عايز اعرف ليه اسمه العيد الكبير؟ بس هو وجهه نظر انا. العيد الصغير. ايوه من وجهه نظرك بقى. ده العيد الصغير وده العيد الكبير. لا حول ولا قوه الا بالله. يمكن عشان عنده 109 سنة. طب يا جماعه دي اول واحد سقط. ليه العيد الكبير اسمه العيد الكبير؟ يمكن عشان 4 ايام والعيد الصغير 3 ايام. من وجهه نظر. من وجهه نظرك ايه؟ عشان بيجي بعد الصغير. تمام. ما اعرفش. عشان بيبقى عيد الحج ويوم عرفه وعيد كبير وبيبقى الناس بتفرح وكده يعني. العيد الكبير حجمه كبير يعني. نفس الرأي. نفس الراي. اكيد. طبعا يا جماعه مبدئيا انتوا رايحين في داهيه كلكم عشان تبقوا فاهمين يعني، وكل اللي انتوا بتقولوه ده بلح. طبعا يا جماعه النهارده سمعنا الناس بتقول لي ان العيد الكبير اسمه العيد الكبير، وطبعا يعني وجهات نظر غريبه جدا. الناس فاهمه ان العيد الكبير اتولد قبل العيد الصغير فعشان كده هو الكبير، او ان العيد الكبير عشان هو 4 ايام والعيد الصغير 3 ايام فعشان كده اسمه العيد الكبير. لكن ما فيش حاجه اسمها العيد الكبير، في حاجه اسمها عيد الاضحى وفي حاجه اسمها عيد الفطر. ليه بنذبح خروف في العيد وما بنذبحش حاجه ثانيه؟ اسمعوا، ينفع تذبح عجله او جمل او خروف؟ كل ده ينفع والله. والله الخروف هو صنع على سيدنا ابراهيم لما شاف رؤيا ان هو بيذبح ابنه. قال له اذبحني اللي حضرتك سمعته في الحلم اعمله. فلما كان عايز يعمل كده، فلما طلع فوق الجبل ربنا راح منزله الكبشه، عشان كده فيه اضحيه. هو كان موافق اصلا، ابنه كان موافق بس هو نزله الكبش. ابنه اسمه ايه؟ ابراهيم. ابن مين؟ لا ابنه اسمه يوسف. لا واحده. ابراهيم. هو ابوه اسمه ابراهيم. تمام. ابنه بقى سيدنا ابراهيم، ابنه اسمه ايه؟ يعقوب. يعقوب. سيدنا يوسف. سيدنا يوسف. ما قلت يوسف ايه؟ سيدنا اسماعيل. انا هزر. اسماعيل. لا ممكن خروف، ممكن جدي، ممكن مؤاخذة بقرة، جاموسة كده. هو ممكن بقر. اي حاجه ب4 رجول. معلوماتي ان احنا ندفع يعني ذبحنا الخروف والفرخه وكده على حسب فرخه؟ سوري البقره، يعني الحاجات اللي احنا نعرف ان احنا نذبحها وكده في عيد الاضحى. ينفع تذبح حاجه غير خروف؟ طب ينفع تذبح ايه؟ عجل ماشي. يعني الناس بتتخيل بقى نذبح فرخه ونذبح. ده في مصيبه حصلت من شويه، في حد قال لي يذبح فرخه. محللك بنيتك الصالحه اللي انت تذبح اي حاجه متخصصه. يعني ممكن ما عنديش قدره اللي انا اذبح مثلا ايه خروف، ممكن اشتري حاجه. اللي انت بتقوله ده ايه بقى الحاجات اللي ربنا مدينا رخصه ان احنا نذبحها عادي؟ طبعا بقى اللي هو الحاجات التانية بقى اللي هي يعني مثلا عندك مثلا جميع انواع الحاجات الماشيه، الحاجات التانية يعني. ربنا حل لنا الحاجه اللي هي 4 رجول. تمشي على 4 صح. بهيمه الانعام هي بس اللي ربنا شرع بيها انها تذبح. ايه بقى بهيمه الانعام دي؟ اللي هي الماعز والابل والبقر بس.
خرفان بقى، جمال، بقر، كل ده ربنا يشرع بيه. الحته الاخيره دي عشان حسيت ان ادائي كداعيه مش قوي. اعيدها ولا ما انا ممكن اعيدها باداء عمرو خالد مثلا او حاجه عشان الناس تصدقني، بس عشان فاهم حاسس ان انا ادائي فيك قوي.